السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد سامي. واكتر سؤال بيجيلي في قناة وفي الفيسبوك وفي كل حتة: هواوي واي 5 2017 ولا سامسونج جراند برايم بلس؟ خلينا نروح نشوف. مبدئيا كده التست بتاعنا او الاختبار بتاعنا هيكون كالاتي: هيكون اداء من حيث فتح التطبيقات، سرعة فتح التطبيقات وسرعة المالتي تاسكينج عموما، وتاني اختبار هيكون الكاميرا الامامية والخلفية، وتالت اختبار هيكون على البطارية وسرعة الشحن او سرعة الشحن والبطارية. فدول الثلاث اختبارات اللي احنا هنختبرهم على الموبايلين، وتشوف الانسب ليك انت لو انت عايز تقرر تشتري او انت لو رايح تشتري ومش عارف تختار ايه. مبدئيا كده من حيث التصميم الجهازين فهنلاقيهم قريبين من بعض جدا ببساطة لان هما نفس الفئة. من اليمين عندنا زرار القفل وزرار التحكم في الصوت، وعلى الشمال مفيش حاجة في السامسونج، بس الهواوي فيه الايزي كي اللي تقدر تخصصه لتطبيق معين او لحاجة معينة. ومن تحت هنلاقي السماعات ومدخل الشاحن في الهواوي ومدخل الشاحن بس في السامسونج، وده لان الجراند برايم بلس سماعاته ورا في الظهر، وده هيسبب لك مشكلة لو كنت بتسمع حاجة والموبايل محطوط على ترابيزة، فهيكتم الصوت ومش هيبقى حلو. ومن فوق هنلاقي مدخل السماعة 3.5 مللي. دلوقتي بالنسبة لإمكانيات الموبايلين فهما بيجوا بنفس معالج الميديا تك اللي هو 6737 تي، وهو معالج رباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز. وأما الرامات فهنلاقي هنا الهواوي متفوق بنص جيجا رام، بحيث انه بيجي ب 2 جيجا رام، اما الجراند برايم بيجي ب1.5 جيجا رام بس. وبرضه هنلاقي الهواوي متفوق في الذاكرة الداخلية، بحيث انه هيجي بذاكرة داخلية 16 جيجا، والسامسونج بيجي بذاكرة 8 جيجا مع امكانية اضافة ذاكرة خارجية او ميموري كارد للجهازين. وبرضه الاتنين بيجوا بمعالج رسوميات الخاص بالجرافيكس اللي هو مالي تي 720، واللي تقريبا هيشغل الالعاب كلها على هاي بدون مشاكل. اختبار الاداء اللي هنعمله هو عبارة عن سرعة فتح التطبيقات في الجهازين ونسبة تحمل الرام، وكمان هنعمل لهم تيست على جيك بنش 4 وانتوتو بنش مارك. في تطبيق الفيسبوك هواوي واي 5 2017 كان اسرع من السامسونج، طبعا فرق اجزاء من الثانية ولكن تحسب له برضه. وبرضه نفس الكلام في تطبيق الماسنجر الخاص بالفيسبوك كان الهواوي اسرع. اما الانستجرام فالاتنين زي بعض تقريبا، ان ما كانش السامسونج سبق الهواوي بحاجة بسيطة جدا. اما بالنسبة للبلاي ستور فكان الفارق لسامسونج فتح الدايلر لصالح السامسونج وفتح السيتنجز او الاعدادات لصالح الهواوي. اما تطبيق الكاميرا كان لصالح سامسونج. جربت تطبيق اليوتيوب وكان لصالح سامسونج برضو. اما بالنسبة للعبة تقيلة زي البوليت فورس فسرعة فتح اللعبة نفسها بتفرق جدا، فكان الفوز لصالح السامسونج. اما لو دخلت في اللعبة نفسها فالفرق برضو لصالح السامسونج. جربت لعبة اسولوتو برضو وهي يفترض انها لعبة تقيلة، فالفرق كان لصالح هواوي ولكن بفرق بسيط جدا لا يذكر يعني. عملت لهم برضو اختبار بتطبيق جيك بنش 4 وهو تطبيق خاص باختبار المعالج بس، والغريبة ان هما نفس المعالج، والغريبة برضو ان الهواوي جيب سكور اعلى. طبعا مش فرق قوي بس جيب سكور اعلى، وده بعد 3 مرات من التست ده. اما انتوتو بنش مارك فهو بيحسب اداء الموبايل ككل مش المعالج بس، وهواوي حقق 36,000 نقطة بينما السامسونج حقق 34,000 نقطة وكسور. فرق مش كبير قوي، يعتبر واحد يعني. كمان الجهازين جايين بشاشة 5 بوصة، ولكن الهواوي جيب شاشة بدقة HD اللي هي 1280 في 720 من نوع IPS. اما السامسونج فجيب شاشة من نوع TFT وبدقة 960 في 540 واللي هي اقل من ال HD بشوية. الصراحة شاشة الهواوي تكسب من حيث الارقام، ولكن كفرق مش هتحس بفرق جبار يعني بالنسبة لدقة الالوان وسطوعها، ومن حيث البكسلات الواضحة برضو في الصورة، ولكن يزال برضو الهواوي متفوق من ناحية الشاشة بالتأكيد. اما بالنسبة للكاميرات فالاتنين جايين بكاميرات 8 ميجا بكسل خلفية و5 ميجا بكسل امامية بفلاش خلفي وامامي، ولكن الفرق بيجي لصالح الهواوي بحيث انها بتيجي بفتحة عدسة 2.0 ضد السامسونج اللي بتيجي فتحة عدسة 2.2. ولكن بيني وبينكو كأداء ما كانش فارقين قوي يعني. الكاميرتين مش حلوين بالدرجة الكافية اللي تخليك تصور في ضوء قليل او مكان ضلمة الى حد ما. الاتنين كويسين في ضوء النهار ولكن في الضوء الواطي لا.
ممكن يكون كاميرا السامسونج الخلفية احسن شوية لما نيجي نتكلم على تفاصيل الصورة، ولكن برضو ما ادتنيش المطلوب، فهعتبرهم واحد او هعتبر السامسونج احسن شوية بس مش بفرق كبير يعني. الكاميرات الاماميه جت بدقه 5 ميجا بكسل، والاتنين ادوني نفس الاداء تقريبا، اللي هو كويس في ضوء النهار ومش كويس في الضوء المنخفض، ولكن النتيجه النهائيه جت لصالح الهواوي من حيث تفاصيل الصوره نفسها. الفلاش الامامي للجهازين واحد تقريبا، اداني نفس الاداء، ولكن كتفاصيل الصوره هواوي تفوق فيها. السامسونج بيجي بظهر قابل للإزالة وبطارية قابلة للإزالة بسعة 2600 ملي أمبير في الساعة، واللي ادتني 3 ساعات و40 دقيقة من وقت عمل الشاشة و7 ساعات من وقت عمل الجهاز. أما الهواوي بيجي بظهر قابل للإزالة وبطارية غير قابلة للإزالة بسعة 3000 ملي أمبير في الساعة، واللي ادتني 5 ساعات من وقت عمل الشاشة و9 ساعات من وقت عمل الجهاز ككل. فمن ناحية البطارية الهواوي يتفوق. قولوا لي رأيكم في الكومنتات تحت مين اللي انت شايفه افضل، خصوصا ان الهواوي تفوق على السامسونج في السكور، واللي هو 13-8 لصالح الهواوي طبعا. ده من وجهة نظري، فقول لي انت رأيك ايه. روابط الشراء الجهازين هتلاقوها تحت في الديسكريبشن او صندوق الوصف لو عايزين تشتروهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة عشان تتابع كل جديد من القناة. كان معكم محمد سامي في رعاية الله. السلام عليكم.